هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا 4 صحاب لسه متخرجين من كلية اعلام، وزي ما انتوا شايفين عواطلية، فقررنا ان احنا بدل ما نعمل ستوري تايم هنعمل سيما تايم. سيما تايم هنجمع ما بين حاجتين ملهمش اي علاقة ببعض، واحنا اللي هنوجد ما بينهم العلاقة دي، ومتأكدة عمره ما هيجي في دماغنا. انا عارفه ان الموضوع غريب شويه وملايات وبتاع، بس بصراحه الحلقه واحده خالص، فاحنا ما عرفناش نأجر استوديو ناشفة جدا. بس عرفنا نأجر مايكات عامة. دي الحاجه الوحيده اللي عرفنا نعمل. مصارفين جامد. فاحنا مأجرين اوضه شهر بصراحه، عشان يعني الكتاب مش عارفة من غيري كانوا هيعرفوا يعملوا ايه. بس هتيجي الاول نعرف نفسنا، عشان اكيد انتوا مش عارفين احنا مين اصلا يعني. انا اسمي دنيا ايمن. شهد حبيبة اسم شهد غريب محمود، جدا. شهد عماد لو عايزين بس التفريق عماد ومحمود. عماد ومحمود على طول. عماد ومحمود على طول. ما نفكرش كتير. احنا لسه مخلصين مشاهدة فيلم جون ويك، ومش بيفكركم بحاجة شبه كده فيلم معين بس نسخة عربي شوية. ايه؟ فكروا كده فيلم مافيا ولا مافيا؟ لا ده بعيد جدا. تيتو ممكن تيتو. لا احنا عايزين حاجة مختلفة بقى. ما هو بتقولي بيفكرني، مش فاكرة هيكون بصراحة. ايه مثلا؟ مش شايفين اي شبه قولي ايه؟ فيلم عسل اسود مثلا؟ ايه العلاقة؟ يعني ايه العلاقة؟ يعني ده واحد مش فاهمة. بينتقم للكلب بتاعه ومراته، والتاني متبهدل في مصالح حكومية وحارة المهاميز بس ده صح. ومعرفش ايه. لا ايوه هي ماشي، كده دي احداث. لا بتكلم على الفكرة. ايوه. مش فاهمة قولي ده. لهم يا بنتي. بصي اقول لك على حاجه هفهمك دلوقتي. هو جون ويك ده بيعمل في حياته كان قتل قتله، مافيا، عصابات، قتل، موت، بتاع مش عارفه ايه، ومره واحده اتنازل عن كل ده عشان خاطر مراته. فلما مراته مات، اسمعي الله يكرمك. فلما مراته ماتت تمام، وكلبه كمان مات، فقرر ان هو ينتقم لكلبه ومراته، او لكلبه مني مش مراته اصلا. تمام. كلب والعربية بتاعته والعربيه بتاعته مهمة بس. صح، كانت حلوه العربيه. 70 شخص. لكلبه وعربيته. فلما رجع تاني للعالم اللي هو اوريدي جاي منه، لقى نفسه اللي هو غريب جدا، يعني لقى نفسه غريب عنهم، ما يعرفهمش مين دول في الحياه دي. صح بجد، اقنعتني اقسم بالله. برضه في عسل اسود هو عايش طول حياته في امريكا وحاطط اكسبكتيشنز في دماغه انه يرجع يلاقي مصر زي ما كان شايفها لما كان ورجع موجود. لما فقد ابوه. ورجع حس بغربه في وسط بلده، المفروض ان هي بلده، بالظبط. فبرضه تصدقي نفس الفكره. وهو اصلا كان راجع مصر علشان يعوض فقد ابوه، اللي هو انا راجع لحاجه انا وبابا كنا بس بالعكس رجع لقى نفسه تايه وسط الناس وهو ولا فاهم وجون ويك اي نفس حاجه الفكرة برضو، يعني هو هو اصلا كان معتزل أقنعتني. العالم بتاعه، رغم كده برضو رجع عشان بس عايز ينتقم للكلب والعربية بتاعته. بس في الاخر هو رجع عشان لقى نفسه إن مراته هو ملوش حق عليها ولا لا لا، لا ما مش كانت تعبانه طبيعية جدا. بقى. هو ده اللي خلاه اساسا يسيب حياه المافيا. موت مراته؟ ده كان ماتت عشان بقى، تموت رجع. بقى عشان ارجع. عشان ارجع لحياتي. صراحه كان هو ما كانش مرتفعة علينا ناوي كلنا. يرجع. انتوا حتى حسيته لما وهو رجع للموضوع ده، اصلا حاسس ان هو يعني اللي هو لا انا لسه متقاعد يا جماعه. انا بالظبط. حتى كلامه اللي هو مش مستوعب ان هو اصلا في لقطه رجع. في الفيلم اصلا واحده كده كانت لما بيركنز؟ لا يا بنتي مش دي، لما كان في البار يا بنتي، لما راح الاوتيل اللي هو كونتيننتال آه، وكان في البار، رجع قالت فيه. له انت شكلك ضعيف، انت مش أيوة. انت زي مصري مش مصري. مش انت مش انت يا مصر. قال اوكي. ممكن يبقى عندك حق فعلا، يعني كل من الاثنين خسروا احساس الامان. واحد خسر عربيته والكلب ومراته. بتاعه ومراته في السكه بس فاهمه يا دوبك يعني. والتاني انتهى في البلد. الله ينور عليك يا بنتي، انت حلوه بنت زي الفل والله العظيم احنا ظالمين. وكمان الاثنين كانوا بيدوروا دلوقتي انا مين دلوقتي. جون ويك لما رجع تاني العالم بتاعهم لسه كان بيستكشف نفسه حرفيا. ما لقاش دول الاثنين عايشين في غربه. حاسه تماما تماما. بس الفرق ان في الطريقه جون قرر ان هو ينتقم، وصراحه عنده حق. لو حد قتل ريمي الكلب بتاعي والله العظيم ما هيكلفني فيه موته. تمام معلش، وحياة ربنا لو حد لمس الكلب ده لعبه اصلا. انا هاخده وانا مروحه. اختي لو شاف الفيديو ده هيعيط. وان مصري حاول هو يغير البلد، يغير الناس، تفكير الناس، يغير الفساد اللي هو رجع لقى نفسه فيه. ماشي، بس في الاول وفي الاخر الاثنين في النهايه ايه عملوا؟ ايه
وصلوا للواقع وشافوا ان هم لا خلاص ما عندهمش حاجه غير انهم يتاقلموا. بالظبط. جون جاب كلب جديد وتاقلم معاه وزي الفل وقابل كلبه الجديد. وبالنسبه لمصري الحمد لله يا رب كان مضايقني قوي والله كان بس على فكره الكلب اللي جابه ده ما كانش كيوت زي الكلب اللي لا ما هو يعني لا انا ما بحبش الكلاب لا لا الحمام لا دي، لا بحب حاجه صغنطوطه كده. الاولاني كان احلى. لا الاولاني كان موت. التاني بقى شبه ده. ايوه ده مواعيد كبيره، ده صعب قوي. شفتي في فرق. بس عارفين فعلا كانت ايه اكتر حاجه رابطه ما بينهم هما الاثنين؟ وبالنسبه لي دي كانت اصعب حاجه. يعني ان جون مثلا كان بيواجه المافيا والعصابات والناس دي، ومصري كان بيواجه حاجه اصعب منه بكتير، موظفين الحكومه. يعني حاسه دي ممكن ربنا هتودينا في داهيه وحياه اواجه يا جماعه المافيا ولا ان انا اواجه مدام عفاف اللي في الدور الرابع. طب يعني لا كفايه يعني الوضع صعب شويه. شوف مامي بقى نشوف انتوا عاملين لنا اكل ايه والنبي. فكرت اروح اجدد البطاقه، يعني كرهت حياتي. بس محدش يسمعنا يا جماعه. خليها تعمل تبقى سلطه. خليها تعمل تبقى سلطه يا حبيبتي. قومي بقى ضايق خليها عامله هي عمايل تعملها لك. دلوقتي. خلينا واقعيين، دي حاجه يعني لما حد بيفكر بس ان هو محتاج يخلص ورق حكومي او ورق عامه البروسيس دي بس ذات هم ما نفسها تعبوش قوي يعني كانت اقصى حاجه بيواجهها يا لحد بيقولوا دوبك 5 ده. دقايق. ما حدش قال له 3 شهور يعني. 5 دقايق ده كفايه طابور الاسانسير. كانوا بيمشوا 6 في 6. ما تحاوليش تحسي طابور، كان في طابور يا للاسانسير. جماعه مصر فيها حاجه حلوه والله. ده طبعا طبعا. طب انا هسال سؤال، لا. هسال سؤال عشان ما توديناش في داهيه. هل تفتكروا ان جون ويك لما كان بينتقم ده كان حاجه بتحسسه بالراحه؟ لا خالص. الانتقام عامة مش حاجة مش تحسي بيها بالراحة. يعني هو كده كده اصلا بعرف ان بعد الانتقام ده هيبقى فيه حاجة اكبر من كده، عملية اخطر من كده، حاجة جديدة. لسه اقولك هو اعتزل بس هو هيرجع تاني. ومصري نفس الفكره، كل ما كان بيوصل لمرحله كان بيعرف ان في مرحله اجدد بس منها مصري جايه. مش ما كانش عنده فكره الانتقام اصلا. مش فكره انتقام، هو كل ما بيوصل لمرحله بيرجع 20,000 خطوه لما ورا. كان بيروح عايز يعمل على باسبور الباسبور. بس مش عارف يجدده. جون هيعمل مش واحد يقول له عملية 5 دقايق أخطر 5 من- دقايق بس فلسه. جون كانت البروسيس بتاعته كفكره انا هنتقم. احنا لا، مش بنتكلم عن مش بنتكلم عن فكره الانتقام. احنا الاثنين سألتي عندهم نفس الانتقام المراحل. بيريح ولا لا؟ لا بتكلم بس اللي في جون مش في مصر. الاثنين جايين من عالم لما مشيوا وسابوه ورجعوا له تاني لقوا نفسهم اغراب، ما عرفوش نفسهم، لقوا العالم اللي هم اوريدي كانوا بينتموا له مش هو. مصري طول عمره حاطط اكسبكتيشنز لمصر من اول ما سافر مع باباه ان هو هيرجع هيلاقي مصر في حته تانية. هو الاكسبكتيشنز قلت بس مش عشان مصر وحشه، لا الاكسبكتيشنز قلت لان هو اللي كان معلي الاكسبكتيشن ده اول حاجه. فلما رجع لقى نفسه تايه في بلده. بالظبط. وفي النهايه اصلا الاثنين يعني لما وصلوا لنهايه، لما ده وصل لنهايه القصه وده وصل لنهايه القصه، الاثنين لازم يعني تأقلموا على الوضع عشان هم ما كانش قدامهم حل غير كده. بالظبط يعني جون جون لقى لقى الكلب الكلب بتاعه وجاب كلب تحفه ومصري ابتدى يشوف مصر بس بعين المصريين اللي عايشين فيها. عشان كده بعين عشان عم كده رجع. هلال، بعين عم هلال صح. بالظبط عشان كده رجع. هو لو ما كانش شافها بعين الناس اللي هو عايش معاهم وعاشرهم لفتره ما كانش رجع هو لمصر. في الاول كان جاي فاكر نفسه بيحقق زي النظام أمريكي. اللي شافه في امريكا فبس خلاص وعايز يلاقي النظام مع الناس والعيله وده مش موجود. مصر فيها عيله وطبعا فيها نظام. نيويورك فيها كنت هقول كلام انتقام. في الاخر الفقد، او انا شايفه يعني ان الفقد مش لازم يبقى شخص غالي عليك او بلد انت مش لاقي نفسك فيها. المهم ان انت في نهايه الرحله تلاقي نفسك اللي انت كنت بتدور عليه. منطقي جدا. ودي يا جماعه كانت سيما تايم. كلام من حكم الدنيا. معلش انا كده جدا. لايك شير وسبسكرايب. اقوم بقى انا اشوف كات بقى الحته دي، يعني الحته مالكيش دي دعوة كات. بعد اذنك، مالكيش دعوة. شخصيتي يا جماعة محدش ليه دعوة. شاهد بس دي هتفكري شويه بجد جدا. اقسم يا نهار بالله. أبيض. طب احنا لازم نقفل الحلقه فعلا ونشوف هما بيعملوا اكل ايه وما تنسوش تعملوا طبق السلطه. والدايت. ما هو عشان السما هو طب تمام ماشي.